او نقول لحضرتك معلومه بقى، الوزاره الحاليه او الجديده اللي جايه اي وزاره، اول ما يقعد على الكرسي كده، قبل ما يقعد على الكرسي، على الاقل مطلوب منه توفير 200 مليار جنيه للتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي والصحه، 10% من الناتج القومي. 4 3 2 1 يبقوا 10%. 4 تعليم، 3 صحه، 2 تعليم عالي، 1 بحث علمي، مش كده؟ من الناتج القومي، ده 10. ناتج قومي 2000 مليار، يبقى بتتكلم في 200 مليار. لازم يا سيدي الفاضل تجيبهم، تطلع يمين، تطلع شمال، تطلع فوق، تنزل تحت، لازم توفر دولت مبدئيا قبل ما نقعد ونحلف اليمين. فما تقوليش بقى ميزانيه، انت وانت لجنه ال50 بتعد الدستور. موضوع زياده الميزانيات الخاصه بالتعليم والصحه تمام. ومجالات اخرى، البعض برضو بيقول ما هي مش هتتحقق في يوم وليله. ماشي، ما احنا لسه ما جبناش الايرادات اللي احنا المفروض عايزينها عشان نحطها